السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى يا ربي هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. ان شاء الله اليوم غادي نشارك معكم الدجاج في الفران مع البطاطا. كيجي رائع وزوين. شوفوا معايا كيفاش كيجي محمر وكيجي غزال. توجدوه ان شاء الله في مائده الافطار ديالكم او في العشاء. كيجي رائع ولذيذ مع عصير اقتصادي وزوين. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وما تمشيو فين. تابعوا معايا الفيديو حتى الاخر. شوفوا معايا العصير كيفاش كيجي رائع وزوين. رمضان مبارك سعيد. الله يتقبل الصيام منا ومنكم يا ربي والله يوفقكم. ندوزو هنا ونشوفوا المكونات ونشوفوا طريقة التحضير. نبداو بسم الله، توكلت على الله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. نبداو هنا بسم الله. عندي هنا كيلو ديال البطاطا قطعتها دوائر هكا كيف ما كتشوفوا معايا، مع حبة ديال البصلة. عندي هنا الدجاج، كل واحد يدير الكمية هكا اللي عنده عدد أفراد الأسرة. الربيع، وعندي 2 فصوص ديال الثومة كبار، نص عصير حامضة، زيت المائدة، الخرقوم، الهريسه، سكينجبير والملحه، معلقه صغيره. وهنايا غنحتاج المعلقه ديال المطارد كبيره، هو اللي كيدير فيه واحد النسمه وواحد اللذه رائعه وزوينه وكيجي ناشف وكيجي زوين. غادي ناخذ هاد الدجاج هذا غادي نحطوه هنا حدايا، وغادي ناخذ هاد الطبسيل هذا غادي نجمع فيه هاد العطريه كامله هنايا، وغادي ندير فيه القياس هكا هاد 2 فصوص ديال الثومه، وندير القياس هكا ديال القزبر ومعدنوس، وندير زيت المائده، عصير حامض، وندير هاد المعلقه ديال المطارد ونحركهم مزيان. نخلط هاد العطريه هادي، ومن بعد غادي ناخذ الدجاج ونبدا نعطر ونحط هنايا فوق هاد البطاطا والبصله. عندي هنايا هاد البطاطا والبصله. البطاطا راه ما سلقتها ما حتى شي حاجه، وما غنزيد عليها لا عطريه لا والو. يعني هنايا غادي نحتاج غير هاد العطريه هادي هي اللي غندير فيها الدجاج، ومن بعد غادي نحط هكا. وداك الدجاج راه كيطلق هذيك العطريه ديالو، وداك الشيء اللي بقى ليا في العطريه كنديرو هكا من الجناب ديال اللي ما وصلهمش هكا، اللي ما فوق منهمش الدجاج. راه كتجي رائع وزوينه البنات. كنتمنى تجربوه وتقولوا لي كيفاش جاكم في الكومونتير، وما تنسونيش واحد لايك وواحد الكومونتير زوين الى عجبكم المحتوى اللي كنقدم وعجبكم هذا الفيديو هذا. ما تنسونيش من الكومونتير زوين. شكرا لكم بزاف بزاف على الدعم ديالكم، على الكومونتيرات الزوينين ديالكم، كلها كنقراها وكنشوفها. الله يحفظكم والله ييسر اموركم يا ربي، والله يتقبل منا ومنكم الصيام يا رب. هنا صافي غنبدا ناخذ هكا الدجاج ونبدا نديرو في العطريه هكا مزيان. الا بان لكم هكا شي طرف كبير هكا ديال الدجاج نقسموه هكا نفلحوه بالموس باش كتدخل ليه العطريه مزيان. وغادي نبدا نهز ونحط هنايا صافي. وغادي ناخذ بابي الومنيوم وندير نغطيه وندخلو للفران هكا. نديرو غير الفوق يعني الفوق في الفران، نشعل عليه العافيه من التحت هذا ونخليه ساعه صافي. راه كيطيب كيجي زوين، وبطاطا حتى هي كطيب وكل شيء. من بعد عاد غادي نحيد ليه، يعني من تيطيب كنحيدوا ليه داك البابي الومنيوم ونخلوه نهبطوه لتحت ونخلوه يتحمر شويه. منها كيتحمر منها كينشف. هنايا من بعد ما صافي شوفوا معايا ستفت الدجاج هنايا فوق هاد البطاطا. غنزيد غير شويه الماء، ما نكثرش الماء هنايا مع هاد الدجاج وهاد البصله. غادي تلقوا مازال هكا شويه الماء. الروا ما نكتروش باش ما يجيناش الروا بزاف. صافي هنايا بقى ليا غير هاد العطريه بقات يعني ثقيله خاطره، قلت نزيدها غير شويه هنايا. وغادي نوزع هاد العطريه هادي على الجناب هكا اللي ما واصلهمش الدجاج، باش كيجي كل شيء معطر وكل شيء هكا كيجي فيه العطريه ويجي طيب لذيذ وزوين. صافي هنا من بعد قلت لكم من كيطيب يعني كنحيد ليه هاد البابي الومنيوم ونرجعو للفران يتحمر غير شويه صافي، وكنخرجو كيطيب لذيذ وزوين. هنايا صافي كملت. غنزيد غير واحد نص حامضه نقطعها دوائر هكا ونديرها. واخا درت هكا الحامض هنايا عصير حامضه غنزيد هذا حتى هو كيجي زوين. نحيد ليه هكا داك العظم ديالو
صافي وغنديرو يطيب وندوز نوجد معاكم العصير الاقتصادي زوين. وفد يعني هاد الشهر المبارك كنحتاجو هكا كان العصير، كل مره الانسان هكا كيدير عصير، يعني هذا حتى هو زوين ويعني رائع ومكونات بسيطه. غنحتاج هنايا الخياره، غسلتها مزيان ما حيدتش ليها القشره، خليتها بالقشره ديالها. عندي هنا جوج تفاحات خليتهم حتى هما بالقشره ديالهم وحامضه. صافي هنا والسنيده القياس الحلاوه اللي على حساب هكا الا ضوبلتو هكا المقادير ولا هذا. الحامض هنا راه كيبغي شويه الحلاوه. صافي غادي ناخذ هاد الحامضه نقطعها دوائر، ولكن هكا شي عظم هكا نحيدو مع داك العظم وديك القشره البيضاء لا بقات بزاف كدير واحد المروره. وغنقطع هاد التفاحه هادي ونجمعهم كاملين في الخلاط الكهربائي وندير الماء ونطحنو مزيان. وغتشوفوا معايا كيفاش هاد الخياره وهاد الحامضه وهادو كيخرجوا ايطرو ديال العصير. صافي كيجي لذيذ وزوين. والحامض يعني راه زوين هكا، الخيار التفاح مع الخيار زوين تيهضم، وفيه يعني واحد الخيار والحامض وكل شيء فيه منافع كثيره وزوينه. صافي هنايا غادي نجمع كل شيء وندير القياس هكا ديال السنيده ديال الحلاوه اللي بغيت ونطحنو ونرجع معاكم وتشوفوا معايا كيفاش كيجي. هنا غادي ندير غير هكا واحد 3 المعالق كبار تقريبا هكا ديال السنيده. صافي وغادي ندير الماء هنايا ومن بعد نطحنو نديرو حتى نخليه حتى يبرد مزيان. وغادي تشوفوا معايا كيفاش كيجي، راه كيجي رائع وكيجي زوين. هنايا شوفوا معايا من بعد ما طحنته كيجي، شوفوا الختوريه هي هذيك، جا رائع وجا زوين. هنايا كيخرج تقريبا هنا ايطرو ديال العصير، هاد القياس هذا اللي درت معاكم هنايا. شوفوا معايا كيفاش كيجي. جربوه ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. من بعد دابا الدجاج صافي راه طاب وقلبته، حيدت ليه هذاك البابي الومنيوم وخليته غير غيتحمر شويه هكا. هبطته الفران لتحت وغتشوفوا معايا الشكل النهائي ديالو. شوفوا معايا كيفاش جا، راه جا رائع وزوين. الله ينال الاعجاب ديالكم. شوفوا معايا راه كيطيب الدجاج وكطيب البطاطا كتجي زبده، يعني جا رائع وزوين. هنايا راه طلق ليا غير شويه هكا شويه الروى. داك الماء اللي زدت يعني ما كترتش بزاف، ورغم ذلك طلق. والله يعاونكم حتى الفيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.